إن سبورتس بنادي ميلان اجتماعا بين مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ولاعب الروسونيري إبراهيم دياز لإقناعه بالانضمام إلى المنتخب المغربي. قبل ما ندوزو نشوفوا اشنو قال مراسل بين سبورت على تمثيل ابراهيم دياز المنتخب المغربي. نعرفوا اولا على المسيره ديال ابراهيم دياز بدا المسيره ديالو الكرويه مع صفوف مالاغا الاسباني. في عام 2014 انتقل الى مانشستر سيتي الانجليزي للناشئين، تدرج في مراحل سنيه مختلفه في صفوف فريق مانشستر سيتي وصولا الى الفريق الاول في سنه 2018. ولعب ابراهيم دياز 15 مباراه فقط مع الفريق الاول لمانشستر سيتي لينتقل الى الريال مدريد ومن ثم الى اي سي ميلان الايطالي في عام 2020. خذ معهم مسيره حافله بالاهداف والالقاب. وبلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا شنو قال مراسل بين سبورت على تمثيل ابراهيم دياز للمنتخب المغربي. إن سبورتس بنادي ميلان اجتماعا بين مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ولاعب الروسونيري إبراهيم دياز لإقناعه بالانضمام إلى المنتخب المغربي. وكان دياز قد تألق خلال مباراة فريقه ميلان أمام توتنهام في ذهاب ثمن المرتقب بين المدرب المغربي وليد الركراكي ولاعب فريق ميلان إبراهيم دياز. نعم، تحية طيبة لك مهيب. الأخبار القادمة من ميلان ومن أصدقائنا وكذلك من مصادر مقاربة من ميلان تؤكد أن الاجتماع جاري الآن بين الناخب المغربي الركراكي وإبراهيم دياز. إبراهيم دياز الذي تلقى اتصالا قبل مباراة توتنهام بحضور الركراكي الى في مدرجات ملعب سان سيرو من اجل متابعه المباراه. هذا ما حمسه اكثر ليظهر بالشكل الذي ظهر عليه في مباراه توتنهام وتمكن من تسجيل هدف في مرمى الفريق الانجليزي. عموما الاخبار